عارفين ايه المميز في الصورة دي؟ خليني انا اقول لكم. اولا الخط جميل ومفيش اي اخطاء املائية، وان هي معمولة بالكامل بشات جي بي تي. الموديل الجديد من اوبن اي اي اللي نزل الاسبوع ده بصراحه قفزه نوعيه حقيقيه، ومش بس بينافس نانو بنانا، لا ده تفوق عليه، وهو دلوقتي متصدر في الايمج ارينا فوق كل المنافسين. طب ايه الجديد اللي خلاه مميز قوي كده؟ الموديل ده بيفكر قبل ما يشتغل، ودي طبعا نصيحه الناس كلها تعملها، فكر قبل ما يشتغل. يعني في ثينكينج مود بيخليه يخطط اللاyout الاول ويخطط التفاصيل قبل ما يجنريت الصوره، وده بيطلع تفاصيل رائعه والنتيجه مدهشه. وكمان الموديل ده بيقدر ان هو يبحث في الويب ويجيب الاخبار ريال تايم ويحطها في الصوره. الموديل ده ممتاز ان هو يكتب اي كلمه في الصوره، سواء بقى عربي انجليزي ياباني كوري، وبيحطها في الصوره وتبان ان هي طبيعيه جدا، مش مجرد ان هي كده متضافه وخلاص. ثالث حاجه والميزه دي انا ما شفتهاش في اي موديل تاني، انك تقدر تجنريت لحد 8 صور بنفس البرومبت بنفس الستايل بنفس الشخصيات وكل حاجه. يعني تقدر تعمل ستوري بورد كامل ببرومبت واحد، او كتالوج منتجات والشخصيه تبقى ثابته في كل الصور. من تجربتي مع اوبن اي اي الانجن اللي فات، انا كنت دايما بفضله في الصور اللي فيها ابداع اكتر. نانو بنانا كان متفوق في حته ان هو بيحافظ على ثبات الشخصيه في كل الصور، وكان دايما بيميل اكتر للواقعيه المبالغ فيها. بينما شات جي بي تي كان فيه ابداع اكتر لو انا حبيت اجنريت كاركتر مبدع اكتر. دلوقتي مع الموديل الجديد بقى فيه الاثنين، في ابداع وفي ثبات الشخصيه. الموديل الجديد متاح للفري يوزرز ان هم يجربوه، بس للاسف في الستاندرد مود. يعني الميزه بتاعه الثينكينج والميزه بتاعه الريال تايم اعتقد هتبقى متاحه بس للمشتركين البلس والبرو، وطبعا لو انت مبرمج تقدر تستخدمه عن طريق الاي بي اي. بعد المميزات دي انا فكرت جديا ان انا انقل كل الابلكيشنز بتاعتي ان هي تستخدم الموديل بتاع شات جي بي تي، بس للاسف الحلو ما يكملش. ما زال نانو بنانا بيتفوق في حته السعر، ان هو ارخص، خصوصا حته الثينكينج الجديد بيستهلك توكنز اكتر حسب العمليه وتعقيدها. جربوا الموديل الجديد وقولوا لي هل موديل شات جي بي تي الجديد هيقعد نانو بنانا في البيت ولا ايه رايكم؟